السلام عليكم. في روايته مزرعة الحيوانات، جورج أورويل اتكلم عن الأنظمة القمعية وإزاي الأنظمة دي بتستغل أو إيه المصادر أو الأساليب اللي بتستغلها الأنظمة دي علشان ترسخ أكتر لحكمها وتفرض سيطرتها بشكل أكبر. النسخة اللي أنا قرأتها من الرواية كانت دي هي نسخة كتاب اليوم. النسخة دي أنا قرأتها أول مرة وأنا في تانية إعدادي، وكان مفهومي ساعتها عن الرواية إنها رواية مزرعة، إنها مجموعة حيوانات وقرروا إن هم يخرجوا من الثورة أو من سيطرة البشر عليهم، فعملوا ثورة ضد صاحب المزرعة وبدأوا يسيروا حياة المزرعة بنفسهم. فكانت عجباني بقى فكرة إيه الحيوانات، إنها بتمشي حال المزرعة وإن الحيوانات نجحت فعلا في إدارة المزرعة بشكل ما. كنت ناقد جدا على الخنازير اللي بدأت بعدين تستغل الأمر لصالحها الشخصي، وإنها شافت نفسها هي أحق إيه بملكية المزرعة وفرضت سيطرتها بشكل أكبر. بعد كده الرواية التانية للرواية فهمت فيها إن لأ، يعني القراءة التانية للرواية كانت وأنا عندي 19 سنة تقريبا أو 20 سنة. فهمت من خلالها إنه الكاتب كان يقصد الاتحاد السوفيتي وإن هو بينقد الاشتراكية من خلال رواية. بمعنى الرواية أصلا كان يعني الكاتب جورج أورويل هو في الأساس أصلا ده مش اسمه، هو ده الاسم المبتذل أو الاسم اللي هو خده كلقب ليه، اسم الشهرة بتاعه اللي اختاره علشان بس ينفي على نفسه أو يبعد أي نوع من إيه السلطات عليه، لأن الروايات بتاعته أو الكتابات بتاعته عامة كانت سياسية بحتة. فإيه هو كان عنده نوع من التخوف، فعشان يعني ما يحطش نفسه قصاد المدفع فقرر ان هو يبتكر لنفسه ايه، قرر ان هو يبتكر لنفسه مسمى اخر. في الاساس الرواية هو كتبها وكان بيسقطها اسقاط كامل على الاتحاد السوفيتي ساعتها. وحتى الخناقة ما بين نابليون وسنوبل جوه الرواية، دول اتنين خنازير اللي هما كانوا ماسكين مقاليد السلطة داخل مزرعة الحيوانات. كانت هي خناقة دايرة أصلا في الاتحاد السوفيتي نفسه حول تطبيق الشيوعية أو عدم تطبيقها. كمان يعني الإعلام هو برضو سكويلر تقريبا اللي هو كان الخنزير المسؤول عن إيصال الأخبار وإن هو يقنع الحيوانات بأي مبادئ أو أفكار جديدة. كان بيسقط كلامه ده على أحد الكتاب في وقته اللي كان بيستخدم قلمه لخدمة السلطة. الشعب كله متمثل في إيه الحيوانات اللي كانت موجودة. فالكاتب كان بشكل أو بآخر يعني إيه بيحاول إن هو ينقد الاشتراكية، وإن هو بيقول حتى لو إحنا أذلنا الحكومة اللي بتفرض سيطرتها علينا أو شلنا السلطة، فحتى الحكومة اللي هتيجي من وسطنا الشعب لو أصبح الحكم في إيد الشعب نفسه، في ناس بشكل ما هتشوف نفسها متساوية أو هي متساوية بشكل أكبر من الناس التانية. هتشوف إن هي من حقها أمور ما هياش من حق باقي الشعب أو باقي أفراد الشعب. في ناس بشكل ما هتحاول تستغل الأمر إيه لمصلحتها الشخصية. فده كان رأي الكاتب، وده كان التطبيق اللي شفناه كلنا إيه لنظام الاشتراكية أو النتيجة اللي حصلت بعد كده للاشتراكية. الكاتب كمان يعني الرواية دي استخدمتها الحزب الديمقراطي أو السلم الديمقراطي استخدمه برضو في الحرب بتاعته ضد الاشتراكية أو الاتحاد السوفيتي. لأن الرواية بشكل ما بتخدم أفكاره بشكل كبير، فبدأ إن هو يطبعها بشكل أكبر ويوزعها أكبر، وده اللي ساهم في نشر الرواية وإن هي تتوزع بشكل أكبر ويكون ليها عدد طبعات وبلغات عديدة. طيب الإسقاط اللي أنا شفته على الرواية إنه فكرة إزاي الأنظمة القمعية نفسها بتستخدم أو إيه الأساليب اللي الأنظمة القمعية بتستخدمها علشان ترسخ لسلطتها بشكل أكبر، علشان تفرض حكمها وسيطرتها. بداية من استخدام أو فكرة استخدام القوة، وإن الأنظمة القمعية لازم بشكل ما تستخدم القوة ضد الشعب، وإلا يعني هو نفسه مش هيكون نظام قمعي. يعني هو فكرة القمع نفسها تأتي من القوة، فرض أنا هفرض قوتي عليك وهقمعك. كمان إن هي تستخدم الإعلام علشان تعمل بروباجندا تدعم دائما ما أفكارها وأي أعمال هي بتحاول إنها تقوم بيها. فكرة إنه يخلق عدو علشان يلقي عليه فشله دائما باستمرار. يعني أنا والله علشان كده كده النظام القمعي بشكل ما هيكون عنده ضعف في أشياء، يعني في النظام حكمه بالكامل. فعلشان
يحاول يبرر فشله ده لازم يجد عدو، ويفضل دائما ما يلقي كل فشله وكل حالات الضعف اللي عنده على العدو اللي هو اختاره للشعب. وبيعتمد دائما على ان ذاكره العوام 3 ايام، وان الناس بتنسى، فيبدا يغير فعلا في قوانينه ويبدا يغير في افكاره كل فتره بما يتناسب مع الاهداف الجديده اللي هو بيسعى ليها. النوع ده من الادب موجود عندنا، يعني ما هواش نوع جديد، احنا عندنا زيه كليلة ودمنة. يعني لو اي حد قرأ كليلة ودمنة من المقولات اللي شفتها، لو كان تافه لو كان شخص تافه هيستمتع بقصص الحيوانات واللي بيحصل ما بينهم والكلام ده. اما لو كان شخص حكيم وواعي هيفهم الحكمة من وراء كل قصة في الكتاب. عجبني طبعا اسلوب الكاتب وتصويره للشخصيات، طبعا بغض النظر ان انا ما حبيتش فكرة ان هو استخدم الخنازير كاصحاب فكر وذكاء، ولكن ده يرجع لنتيجة طبيعة الكاتب اصلا غربي، فهم بشكل ما عندهم حب للحيوان ده. انما احنا كمسلمين عندنا يعني كره او عدم تقبل للنوع ده من الحيوانات او للحيوان ده. كمان فكرة انه الكاتب الشخصيات اللي استخدمها زي مثلا انه الحمار بنجامين يعني وصفه بالحكمة وانه شخص قليل الكلام. يعني ده نوعا ما بيناسب طبيعتنا احنا او تصورنا احنا عن الحمار، انه كائن صبور كده ما بيشتكيش. هو الحمار مهما بنحمل عليه وبيعيش عمر طويل، فده بيتوافق نوعا ما مع افكارنا. استخدام الكلاب قوة أو كعنصر قوي أو كعنصر القوة اللي بيستخدمه نابليون اللي هو الخنزير علشان يرهب بيه باقي الحيوانات، فده كان اختيار جيد. يعني كان كل حيوانات المزرعة بصراحة يعني أدوارهم كانت جيدة، وعجبتني تقسيم شخصياتهم باستثناء فكرة إن هو جعل الخنازير هي أصحاب الذكاء. دي كانت مراجعة الرواية، وبصراحة أنا بقيمها 4 من 5. فأتمنى إنه المراجعة تكون خفيفة وعجبتكم. يعني أتمنى إن أنتوا تقرأوا الرواية وتقولوا لي رأيكم فيها في التعليقات، والسلام عليكم.